ده النادي الاهلي وده نادي الزمالك في نهاية القرن، والفرقتين داخلين يلعبوا على شرفهم وهدومهم وبطولاتهم. الفريق اللي هيكسب الماتش هيسيطر على الكورة اقل واجب 10 سنين، واللي هيخسر مش هيخرج من بيته اسابيع. هذه الدربيات لما اخسرها لا اخرج من بيتي اسبوع. مرارة الدربي في الخسارة. الماتش بدأ سخن وسريع بركنية للنادي الاهلي. راح معلول حط الزغلول بعرضية على رأس السولية عشان يجيب الاول ويشتعل الدربي. يقوم باتشيكو يسكت يروح يشرب ميه. بعدها شيكابالا يطلع علينا حس ميسي اللي جواه ومهارة رونالدينيو وقوة ابراهيموفيتش، ويروح واخد الاول في التاني ويعدلها على شماله وفي البعيدة. وانا وانت وهما وناهد كلنا عارفين انها هتروح في الحتة دي، والشناوي كمان عارف وكان مستعد للتصوير. وده اسلام جابر لاعب كده على الله ملناش دعوة بيه. يسكت موسيماني لا يحضر العفريت ونخش الشوط التاني على طول. وهنا بقى حسين الشحات شاف المرمى خالي، راح مطبق مقولة لا يمكن التسجيل في مرمى خالي لأن الخال والد، عشان يسيب الدنيا كلها ويقوم رايح حاططها في العارضة بشكل يثير الجنون، وتسبب في جلطات وسكتات للجمهور الأحمر، وتسبب في كسر الكثير من الشاشات. وده برضو إسلام جابر لاعب كده على الله ملناش دعوة بيه. يروح طارق حامد مطلع روح تريبل اتش اللي جواه ويعمل عرض بدني باتريك فيريرا في عزه. مصطفى محمد يسكت لا يقوم معلق على حسين الشحات ويقول له انت ما سجلتش في المرمى خالي عشان الخال والد. طب والله ما انا مسجل انا التاني. ويروح شايط الكوره في حضن محمد الشناوي. يقوم باتشيكو مخرج شيكابالا وينزل الموهبه المدفونه اللي تستحق الدفن فعلا الكاسونجو كابونجو، عشان ياخد كميه حسنات في الماتش ده من الشتايم اللي امه وابوه اتشتموها. لماذا غادر شيكا؟ ولو يغادر شيكا يدخل لاعب بنفس الامكانيات موهوب اسمه نجم، لا يدخل هذا الكاسونجو. وده برضو اسلام جابر لاعب على الله ملناش دعوه بيه. يسكت زيزو لا طبعا يقوم فارد وعادل وظابط عشان يحط مدفع في اتجاه الشناوي، لكن طبعا كلنا عارفين الكرة راحت فين، واصبحت ماركة مسجلة لزيزو. كل ماتش لازم يمسي على عرضات الاهلي ويمسك راسه من صداع وجمال العرضة. قفشه بقى حب يطلع حس ابراهيموفيتش في التسديدات اللي جواه، راح سدد الاولى فجت جنب العارضة. محمود علاء يسكت يقول له والله العظيم ابدا لازم اعمل لك اسيست احسن من احسن مهاجم في بلدك. ويروح مطلع الكرة على رجل قفشه، وقفشه يستلم واحدة على فخاده والتانية في مرمى ابو جبل ويقول له احلى مسا على فخادك يا ابو جبل. وبعدها اهتزت القاهرة وزلزال بقوة 6 ريختر ضرب شوارع مصر وجنون الشوالي عشان يفوز الاهلي باغلى مباراة في التاريخ. لكن رايح فين استنى، ده في نهاية المباراة حصل شوية لقطات كلها طبيعية. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. الشناوي قال لك مش لاعب ابويا عاوزني، الحكم قال له هتستعبط يلا خد انذار، وجماهير الزمالك في حالة تصعب على الكافر. طارق حامد ماشي في امان الله لقى شلوت من محمد هاني ما يقلش جمال عن هدف شيكابالا، وبعدها الحكم يطلق صافرته بتتويج النادي الاهلي التاريخي. فينال الشامبيونز ليج يطلي بارقامه النادي الاهلي بطل افريقيا. بس ازاي تعدي الاجواء كده؟ الشحات راح لمصطفى محمد وقال له كسبنا، فمصطفى محمد قال له خد دي، قام بادجي قال له خد دي، قام الكابونجو كاسونجو مديله واحده شوط جن في دماغه عشان تنتهي المباراه 2-2. وهنا بقى خلصنا الملخص على خير. ما تنساش لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب. اشوفكم على خير.